انتوا فاهمين يعني ايه ان انا النهارده المنتجات الزراعيه ديت او المواد الغذائيه بتاعت الناس تزيد ثمنها مرتين ثلاثه؟ هو مين يستحمل ده؟ طلعتوا انتوا اما جت اللحمه غليت زمزقتوا شويه. انتوا جوعتوا؟ وانتوا عايزين ايه؟ احنا حددنا بدل ما نجيب لكم لحمه ل7 ايام قلنا بنجيب لكم لحمه ل4 ايام. ما احنا بنجيب لحمه منين؟ اللحمه بتاعتنا ما بتكفيناش. بتاكلوا لحمه من الصين ومن استراليا ومن الارجنتين ومن اكوادور ومن السودان ومن الصومال أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأسعار، لأن في ناس كتير اتصلت بيا وناس كتير بتكلمني بتقول لي الأسعار هتنزل إمتى؟ أنا زيكم، بسمع زيكم، بشاهد زيكم، بفتح ألاقي عالمية لابس الحديدي بتقول خلاص العملية تمام، بشاهد الإعلامي مصطفى بكري نفس القصة، الإعلامي عمرو أديب نفس القصة، الإعلامي تامر أمين نفس القصة. كل الإعلاميين المصريين بيقولوا خلاص العملية تمام. ما خدنا ال 1500 مليون جنيه في ال5 سنين اللي فاتوا كان لازم تتعبوا شوية، وبعدين لقيتكم شوية تعبتوا في الفترة اللي فاتت، ما استحملتوش قوي. لأن ما أنا بقول لكم أنا ال5 سنين اللي فاتت خدت 1500 جنيه من جيوبكم، وأنا هجيبها من جيبي؟ أنا ما عنديش. وهروح أقول للحاج عبد الناصر اديني 1500 مليون جنيه، ما عندوش أبدا. فأنا هجيب لكم ال 1500 مليون جنيه منكم أنتم. أنا نزلت النهاردة عشان أجيب إزاز الزيت، اتصدمت بجد. قلت مش ان الاسعار رخصت، يعني انا ما كنتش بجيبها ب 70 جنيه او 60 جنيه، قلت انها غاليه قوي. النهارده وصلت 95 و100 و105، حاجه غريبه جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله. انا نشرت فيديو بقول المسؤول يكلمني يجيبوا لي شغل عشان انا مش لاقيه شغل، عشان انا معيش حد ومعايا 6 عيال في رقبتي. دلوقتي انا مش لاقيه، انا بناشد كل راعي مسؤول عن رعيته. عبد الفتاح السيسي بعد اذن حضرتك، انا ما بقتش عارفه اجيب حتى اكل عيالي. اجيب منين؟ اروح اجيب 2000 جنيه ادفعهم 3000 جنيه ربا عشان اكل عيالي؟ هاكل عيالي ولا اعمل ايه؟ اجيب منين؟ انتوا تقولوا لي انا هجيب منين؟ هقول لكم على حاجه يا سعاده الريس، يلا العيال هنعمل مسات على العيال. حد يشتري العيل ده ولا حد يشتري دي ولا تشتروا ايه؟ جاب لكم بقى ال4 عيال تشتروهم. الفيديو ده للرئيس عبد الفتاح السيسي. انا رئيس، اول حاجه انا يتيم اب وام ومليش اخوات ومليش حد في الدنيا، وانا عايش في الدنيا دي لوحدي. انا مش شغال بقالي شهرين، اقسم بالله انا بقالي يومين مش عارف اكل، بقالي يومين ما اكلتش. بص انا عارف ان انا هموت اليومين دول، هموت. طيب الواحد يعمل ايه؟ بجد؟ نعمل ايه في موضوع الاسعار؟ كل يوم الاعلام بيطلع بيقول خلاص العمليه خلاص، والدولارات نزلت والسوق السوداء اتقضت عليها والتجار اتقبض عليهم خلاص. طب نعمل ايه؟ الناس بتكلم نفسها، الناس بجد بتكلم نفسها. ازازه الزيت النهارده بتمثل لنا حياه، البيضه بتمثل لنا حياه، كارت الرز، لا مش كارت الرز بقى، كيلو الرز النهارده بيمثل حياه. النهارده اللحمه مش هنتكلم عنها بقى خلاص، الفراخ مش هنتكلم عنها، البط مش هنتكلم عنه، الحاجات دي كلها مش هنتكلم عنها. ايه الحل؟ مين اللي عنده الحل؟ الحاجه ام 10 جنيه اقسم بالله لا هتبقى ب 100 جنيه وكتاب الله ويحاسبني ربي. الحاجه اللي انت مستغلها ب 10 جنيه هتبقى ب 100 جنيه وما هتقدر تفتح بقك، وهتبقى زي الخروف وهتشتريها بال 100 جنيه. مين اللي عنده الحل؟ الاسعار دي هترجع امتى؟ الاسعار دي هترخص امتى؟ المسؤولين بيقولوا لو احنا خدنا 10000 جنيه او 20000 جنيه مش هنقدر نعيش بيهم. طيب احنا الصبر فعلا صبرنا بجد، صبرنا، الغلا لطنا، الدنيا باظت. فين مين يستحمل ده؟ يبقى الطن ابو 6000 ولا يبقى ب 12 ب 18؟ مين هيستحمله؟ ومش بس كده،
طب ما المزارع لما هياخده بسعر عالي هيعمل ايه؟ هيعلي المنتجات. يبقى المواطن يلاقي حاجته بكام يا دكتور مصطفى؟ باسعار غاليه جدا. فاحنا بنحاول مع بعضنا، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا وللمثقفين والاعلاميين والمفكرين والمتابعين. كل كلمه بقولها لكم ممكن تبقى عنوان كبير قوي تتكلموا فيه. انتوا فاهمين يعني ايه ان انا النهارده المنتجات الزراعيه ديت او المواد الغذائيه بتاعت الناس تزيد ثمنها مرتين ثلاثه؟ هو مين يستحمل ده؟ الدنيا باظت بجد معانا، بجد بجد والله. انا طالع مش ان انا مثلا زي ما انتوا فاهمين اصل عماد بيقول، اصل عماد بيتكلم، مش كلام، اصل ده مش سر، ده لامس كل مواطن مصري النهارده. موضوع الغلا كوى بجد، زاد قوي 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 عن حده. النهارده زي ما بقول ازازه الزيت بتمثل حياه لسبب، لان النهارده الزيت بيطبخ بيه، بيتقلي بيه، بيتعمل بيه كل حاجه. النهارده لما اجيب ازازه الزيت ب 100 جنيه تقضيني يومين ولا حاجه، اضرب ده ازازه زيت واحده. النهارده الطعميه بكام؟ النهارده طبق الفول بكام؟ كل حاجه داخل فيها الزيت. بالنسبه للحمه في ناس كتير جدا بتطلع تقول لك ايه الجرام اللحمه بالجرام. يعني مين اللي وصلنا لكده بجد؟ واللي وصلنا لكده لازم يرجعنا تاني، لازم يرجع الاسعار ترجع تاني. ما اصل مش هينفع بجد، مش هينفع. الموضوع خنق والله العظيم. الموضوع خنق، لا راتب بيقضي ولا شغل تاني هيقضي. العمليه بجد والله خنقت بجد، خنقت. فيا ريت النهارده اللي يتكلم كلمه كويسه او يقول كلام صح. انما احنا خلاص الاسعار نزلت نروح نتخانق مع التجار. التجار يقول لك والله احنا جايبينها غاليه، فمش عارفين نكلم مين. حد يخرج عن صمت ويقول بقى خلاص كده يا جماعه الموضوع كده تمام. اعزائي المشاهدين بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.